والله ترجعي الشغل أو ما ترجعيش، أنا مش شايفة إن هو ده السؤال الصح. السؤال الصح هو إزاي أضمن إن أنا قادرة أربي ابني تربية سوية صحية لنفسيته تحت أي ظروف وتحت أي ضغط من الضغوطات، سواء بقى أنا كنت في الشغل أو قاعدة في البيت أو في حد بيساعدني معايا في تربيته. بغض النظر، هو ده المهم، يكون ده هو ده اللي محط اهتمامك. إزاي أربي ابني تربية سوية تخلي نفسيته كويسة في المستقبل. الولاد بتتولد في الدنيا دي بتبقى مهتمة جدا جدا انها تحس شعور واحد بس، وهو الشعور بالامان. وده بيحسه من خلال حجم التعلق او درجة التعلق اللي بسمح له يتعلق بيها، يتعلق فيها بيا. فبالتالي الاطفال من وهم عمرهم يوم عارفين انا عايز حاجة بعيط، انا بدور على الامان، انا قلقان، انا خايف، انا جعان، انا محتاجة اغير. كل ده سبب بينزعج بسببه، فبيبدأ يعيط. ماما تيجي او اي حد بقى اللي هو الكير جيفر، الولي الامر الملاصق ليه، بيرعاني، بطمن للدنيا وبتعلق بيه. وبقدر قوة علاقتي بيه وتعلقي بيه انا بكون نفسيا اهدى، بحس بالامان بشكل عالي. لما بكبر خالص، العلاقة القوية أو القريبة من الكير جيفر أو الأم أو الأب اللي كان ملاصق ليا من وأنا صغير لحد مثلا عمر 6 7 8 10 12 سنة، كل ده بيحسسني في الدنيا بشكل عام بالأمان. وكأنه علاقتي القوية بالأب أو الأم، وإن هم كانوا جنبي وبيساعدوني وبيلبوا احتياجاتي وفاهميني وفاهمين نقاط قوتي ونقاط ضعفي وبيشتغلوا عليا، وبيعززوا لي ثقتي بنفسي وبيربوني تربية صالحة وبيعلقوني بحاجات كويسة وبيضمنوا ان انا ليا صحبة صالحة. كل ده مجهود وكل ده تربية. مش مهم انك تبقي سايبة شغلك علشان تنفذيه، المهم انك تبقي بتنفذيه بغض النظر انت بتشتغلي او قاعدة في البيت. لما بقى انا اكبر وانا شبعان بكل الغذاء الروحي ده، كل ده بيبقى عامل زي حزام امان، زي سترة واقية من الامراض النفسيه. ان انا لما تحصل لي مشكله او ازمه كبيره في حياتي انها تكسرني. واحنا كتير قوي بنقابل ناس للاسف الدنيا كسرتها من ازمه او مشكله او انفصال او بتلاقيها الانسان تعبان قوي. الشخص اللي مرتكز على علاقه قويه ومصدر امان قوي بسبب تربيه اهله ليه ومراعيتهم ليه ولنفسيته، بنلاقيه. وده ده مش كلامي، ده كلام علم وكتب. انا حاليا بقرا الكتاب ده بادي كيبس ذا سكور، برشحه جدا اي حد بليز اقروه. بيتكلم عن جزء من اللي بيتكلم عنه يعني هي الصحه النفسيه وازاي الانسان يكون صحته النفسيه كويسه. وبيتكلم على السنين الاولانيه من عمرنا بتاثر جدا في صحتنا النفسيه في المستقبل. فبغض النظر انت قعدتي او ما قعدتيش، لازم تهتمي بصحة ابنك النفسية قبل أي حاجة.